ثلاث كائنات ليهم تصرف غير طبيعي او مش مفهوم او حاجه مختلفه في طبيعتهم الحيويه. الدولفين، طبعا كلنا عارفين عن الدولفين ان هو الكائن اللطيف الظريف الجميل صديق الانسان، ولكن الكائن ده بيخوف سمكه القرش. الدولفين ده ليه تصرف غريب جدا، لما بيشوف سمكه النفاخ بيبتدي يضربه، طبعا كتصرف دفاعي بيبدا ينفخ جسمه ويبدا يفرز سموم. بما ان السموم دي مش بتاثر على الدولفين ده فهو بيبدا يشرب السموم دي، ولكن ليها تاثير تاني، تاثيرها بيبقى عامل زي تاثير الكحول. لمجرد ما بيشرب السم ده بيبدا يتسطل حرفيا كان لسه مصطبح من الاخر. ومش بس كده، لما بيخلص بيبدا ينوي صحابه، عملا بالمثل يعني كيف مناوله مش مقاوله. فرس البحر، وده نوع من الكائنات البحريه اللي الذكور فيها بتاخد على قفاه، بمعنى اصح لمجرد ما بيشوف فرسه بحر ويعجب بيها، واول ما خلاص شيز ذا وان هي از ذا وان بترمي البيض في جيبه وتمشي. بس من الاخر بتقول له انا سايبك البحر وماشي. هو بقى بياخد البيض ده، بيكون في كيس مجهز عنده، في المره الواحده بيتراوح عدد البيضات من 50 ل 150، بعض الانواع بيوصل ل 1000 فرس بحر صغير. البطريق، فهو طائر لا يطير، وظيفته زي الذكر اللي قبليه، بياخد على قفاه، بمعنى اصح هو اللي بيهتم بالبيض لحد ما يفرز وبس. دول